لأول مرة في التاريخ واجهت روسيا شيئا لا تستطيع مجابهته، مقاتلة شباحية تختفي عن الرادارات، قادرة على تدمير الأهداف قبل أن يتم اكتشافها، وتحلق بحرية تامة في الأجواء المعادية. لم تكن التدريبات العسكرية تكذب. في محاكاة القتال كان بإمكان الإف 22 مواجهة 5 مقاتلات من الجيل الرابع في آن واحد وإسقاطها جميعا دون أن تتاح لها فرصة الرد. كان مفترسا غير مرئي، قاتلا جويا لا يمكن إيقافه. عندما دخل إف 22 رابتور الخدمة في عام 2005 شكل بداية عصر جديد في الحروب الجوية. مقاتلة لم تكن فتاكة فقط في القتال القريب، بل كانت قادرة أيضا على القضاء على الأهداف قبل أن يتم اكتشافها حتى. بفضل التخفي الشديد والقدرة على الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت حتى ماخ 2 وتسليحه بأحدث الأسلحة، جعل الرابتور جميع مقاتلات الجيل الرابع قديمة خلال سنوات قليلة. بالنسبة لروسيا كان هذا ضربة مباشرة لاستراتيجيتها في الدفاع الجوي. لم تعد مجرد سباق تسلح، بل أصبحت مسألة بقاء في الأجواء. خلال الحرب الباردة كانت المقاتلات السوفيتية والأمريكية متنافسة بشكل متكافئ. كان بإمكان الميغ 29 مواجهة الإيف 16، وكان السو 27 يستطيع تحدي الإيف 15، لكن مع وصول الإيف 22 لم يكن لدى روسيا أي وسيلة لمواجهته. حتى مع قدرة الفلانكرز العالية على المناورة، إلا أنها كانت مرئية للغاية على الرادار. لكن المشكلة لم تكن في الرابتور فقط. مع إف 65 لايتنينج 2 أصبحت الولايات المتحدة تملك الآن مقاتلة شبحية متعددة المهام، مزودة بحساسات متقدمة وشبكة بيانات في الوقت الحقيقي وقدرات لم تتخيلها روسيا. بينما كانت روسيا تعتمد على سو 27 وميغ 29 المطورتين، كانت الولايات المتحدة تملك بالفعل مقاتلتين من الجيل الخامس تعملان وتنتجان بكميات كبيرة. كان هذا يعني شيئا واحدا فقط: في معركة حقيقية كانت الطائرات الروسية ستسقط قبل أن يدرك طياروها ما الذي يحدث. رأت روسيا ما كان يحدث وعرفت أنه عليها أن تتصرف، وهكذا ولدت الحاجة إلى السو 57. لم يكن ذلك ترفا ولا نزوة، بل كان مسألة حياة أو موت بالنسبة لسلاح الجو الروسي. إذا لم يتمكنوا من مضاهاة قوة الإف 22 والإف 35 فسيخرجون من ساحة المعركة الجوية إلى الأبد. أصدر الكرملين الأمر. طوروا مقاتلة شبحية قادرة على المناورة بشكل أفضل من أي رابتور، ومزودة بصواريخ يمكنها إسقاط العدو من خارج مدى الرؤية، وأنظمة حرب إلكترونية تجعل من أي إف 35 هدفا سهلا. وهكذا ولد مشروع باكفا. وهكذا ولدت مقاتلة الأشباح الروسية سو 57 فيلون. لكن السؤال كان: هل ستتمكن روسيا من تحقيق ذلك في الوقت المناسب؟ لم يصمم سو 57 فيلون ليكون مجرد مقاتلة عادية، بل صمم لينافس الهيمنة المطلقة في الأجواء. لكن لم يكن أي شيء سهلا. على عكس الولايات المتحدة التي كان بإمكانها بفضل ميزانيتها الدفاعية الضخمة تصنيع مئات الطائرات من طراز رابتور، كان على روسيا أن تبني مقاتلتها الشبحية بموارد محدودة. لقد دمرت الأزمة الاقتصادية التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفيتي صناعتها العسكرية، وأصبحت عملية إنتاج المقاتلات المتقدمة معركة ضد الانهيار المالي. ومع كل هذا راهن الكرملين على شركة سوخوي، الشركة الوحيدة التي تمتلك الخبرة الكافية لمنافسة طائرة إف 22. ومع ذلك عانى مشروع باكفا من تأخيرات مستمرة. بحلول عام 2010 بينما كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 180 طائرة إف 22 في الخدمة، بالكاد تمكنت روسيا من إطلاق أول نموذج أولي لها في الجو. كان كل تقدم يبدو مصحوبا بأزمة اقتصادية جديدة أو عقوبات دولية أو مشكلات تقنية تجبرهم على إعادة التفكير في عملية الإنتاج بأكملها. في عام 2014 ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ورد الغرب بفرض عقوبات مدمرة. تم حظر الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية، وكاد مشروع سو 57 أن يلغى. لكن بدلاً من الاستسلام فعلت روسيا ما لا يمكن تصوره، فطورت قدراتها بما توفر لديها. قام المهندسون الروس بتكييف الإنتاج باستخدام المواد والمكونات المحلية. اختاروا أنظمة رادار مبتكرة وراهنوا على قدرة مناورة فائقة في القتال القريب، وهي ميزة لم يمتلكها أي مقاتل شبح آخر في العالم بهذا المستوى. وبعد سنوات من الكفاح دخلت طائرة سو 57 الخدمة أخيرا في عام 2020.
كانت هذه أول مقاتلة جيل خامس في روسيا، طائرة مهيبة قادرة على التفوق على أي مقاتلة أخرى في المناورة، ومزودة بتقنية تخفي مصممة لتلبية الاحتياجات الروسية. أثبتت سو 57 أنها طائرة قوية، لكن اللغز الأكبر ظل بلا حل. هل كانت قادرة فعلا على إسقاط F-22 في معركة جوية؟ ماذا سيحدث لو التقيا في السماء؟ من الذي سينجو فعلا؟ حسناً، على عكس F-22 الذي يعتمد بشكل أساسي على التخفي، فإن سو 57 هي آلة حرب صممت لتكون قاتلة في أي موقف، ويحقق ذلك من خلال 3 عناصر تجعله خصماً فتاكاً. قدراته على المناورة: تسليحه الفتاك خارج مدى الرؤية ونظام الحرب الإلكترونية المتقدم لديه. المناورة: سو 57 لا يطير فقط بل يرقص في الهواء. محركاته ذات الدفع الاتجاهي ثلاثي الأبعاد تتيح له مناورات لا يستطيع أي مقاتل غربي تقليدها. في القتال القريب قد يواجه رابتور شيئا لم يره من قبل، مقاتلة شبحية ليست سريعة فقط، بل يمكنها أيضا الدوران والفرملة وتغيير الاتجاه برشاقة تتحدى قوانين الفيزياء. بينما يفقد F-22 الطاقة عند الانعطافات الحادة، يمكن لسو 56 الحفاظ على السيطرة، منفذا مناورات مستحيلة عند السرعات المنخفضة. وفي قتال الاشتباك القريب، هذا هو الفارق بين الحياة والموت. في القتال القريب يمكن لسو 57 أن يتموضع خلف رابتور وينهيه بإطلاق دقيق من مدفعه GSH-31. التسليح: لكن الرعب الحقيقي في سو 57 لا يكمن في مناوراته، بل في أسلحته. تحمل سو 57 مثل F-22 معظم أسلحتها في حجرات داخلية، وهذا يقلل من بصمتها الرادارية ويسمح لها بالهجوم دون كشف موقعها. يمكنها أن تحمل في حواملها الداخلية 6 مزيجا من صواريخ جو وجو أرض، وفي حواملها الخارجية 6 يمكنها حمل صواريخ وقنابل للمهام التي لا تتطلب درجة عالية من التخفي. بينما تعتمد المقاتلات الغربية على التخفي لتجنب الرصد، تراهن سو 57 على نهج مختلف: أن ترى أولاً، تطلق أولاً، وتقضي على العدو قبل أن تتاح له فرصة الرد. في القتال الحقيقي، أول ما يهم ليس السرعة ولا القدرة على المناورة، بل من يرى الآخر أولاً. وهنا قد يكون لدى سو 57 الأفضلية، لذا دعونا نلقي نظرة سريعة على تسليحها الفتاك. الصاروخ R-37M صياد الرابتورز. تخيل صاروخا يمكنه الوصول إلى العدو وتدميره من مسافة تزيد عن 300 كيلومتر، مقذوف سريع للغاية بمجرد إطلاقه لا مهرب منه. هذا هو R-37M، أخطر صاروخ جو في الترسانة الروسية. هذا الصاروخ تبلغ سرعته ماخ 6، أي 6 أضعاف سرعة الصوت، وله مدى يزيد عن 300 كيلومتر، كاف تماما لإسقاط F-22 أو طائرة أواكس دون أن يتم اكتشافه. ويحتوي على أنظمة توجيه متقدمة للحفاظ على تتبع الهدف حتى لو حاول العدو الهرب. هذا الصاروخ هو العدو الأخطر لطائرات الإنذار المبكر التابعة للناتو، مثل E-3 سنتري وE-7 ويدجتايل. إذا تمكنت طائرة سو 57 من إطلاق صاروخ R-37M قبل أن يتم اكتشافها، فلن يكون أمام العدو أي فرصة للرد. ولكن رغم أن صاروخ R-37M يمتلك مدى مذهلا، إلا أنه يعتمد على قدرة السو 57 على اكتشاف العدو أولا، ومع ذلك فهذا ليس صاروخه الفتاك الوحيد. R-77M الرد الروسي على صاروخ AMRAAM. هذا هو النظير الروسي لصاروخ AIM-120M رام الأمريكي، بمدى تقديري يبلغ 200 كيلومتر وقدرة على الاشتباك مع أهداف متعددة. راداره النشط يجعله سلاحا متعدد الاستخدامات للقتال خارج مدى الرؤية البصرية. K-74M2 الموت في المسافة القريبة. في القتال القريب المناورة أساسية، وهنا يظهر صاروخ K-74M2، صاروخ جو مصمم لمناورات حادة والهجوم من أي زاوية ضمن مدى 30 كيلومترا، ويوجه بالأشعة تحت الحمراء. يمكنه تثبيت الهدف دون رادار، ما يجعله مثاليا للقضاء على الطائرات المعادية في معركة جوية قاتلة. إذا اقترب السو 56 بما يكفي، يحول صاروخ K-74M2 المعركة إلى حكم بالإعدام على خصمه.
لكن السو 57 لم يصمم فقط لمواجهة المقاتلات المعادية، بل هو أيضا آلة تدمير ضد الأهداف الأرضية باستخدام صاروخ KH-38M للهجمات الدقيقة. هذا الصاروخ الموجه قصير المدى قادر على تدمير التحصينات والرادارات المعادية والمركبات المدرعة بمدى يصل إلى 40 كيلومترا وخيارات توجيه بالليزر أو الأقمار الصناعية أو الرادار. يحول السو 57 إلى مقاتلة متعددة المهام قادرة على الهجوم في أي سيناريو. صاروخ خن 47 M2 كينجال كابوس الناتو. إذا كان هناك سلاح في ترسانة السو 57 جعل الغرب يرتجف، فهو صاروخ خ 47 M2 كينجال، صاروخ فرط صوتي ليس سريعا فحسب، بل يكاد يكون من المستحيل اعتراضه. بسرعة تزيد عن 10,000 كيلومتر في الساعة وحمولة نووية أو تقليدية، يمكنه تدمير قواعد كاملة أو مدن في غضون دقائق. الكينجال ليس مجرد صاروخ، بل هو سلاح الضربة الاستراتيجية الأولى. يمكن لمقاتلة سو 57 أن تطلقه من الأجواء الروسية وتصل إلى قواعد الناتو في غضون دقائق، دون أن يكون لدى أنظمة الدفاع الجوي الوقت الكافي للرد. تم تصميم أنظمة إيجيس وباتريوت وسعد لاعتراض الصواريخ الباليستية، لكن الصواريخ الفرط صوتية مثل الكينجال تمثل مشكلة مختلفة تماما. سرعتها وقدرتها على المناورة تجعله من شبه المستحيل إيقافها. هذا يعني أنه حتى مقاتلة سو 57 واحدة يمكنها إغراق حاملة طائرات أمريكية قبل أن تتاح للأسطول فرصة الرد. ولكن بالإضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى، تتطلب الحرب أحيانا ضربات جراحية، ضربات دقيقة، حيث يمكن لضربة واحدة أن تغير مجرى المعركة. ولهذا الغرض تم تزويد سو 57 بقنابل موجهة من نوع كاب 500 وكاب 1500 مصممة لتدمير الأهداف المحصنة بشدة. قنابل كاب 500 تحمل 500 كيلوغرام من الدمار مع توجيه ليزري أو عبر الأقمار الصناعية. أما قنابل كاب 1500 فهي تحمل 1500 كيلوغرام من القوة التدميرية القادرة على اختراق المخابئ والهياكل المحصنة. إذا كان على سو 57 القضاء على مركز قيادة للعدو أو رادار دفاعي أو منشأة صواريخ، فإن هذه القنابل ستنجز المهمة بدقة جراحية. وإذا لم يكن هناك وقت للدقة، هنا تدخل القنابل غير الموجهة أو شبه الموجهة، مثل قنابل فاب 250، فاب 500، فاب 1500 وحتى فاب 3000 المصممة لإغراق مناطق العدو بوابل من النار والشظايا. بالتأكيد لم تكن أجهزة فاب في بداياتها سوى قنابل غبية، مجرد أدوات تدمير تفتقر لأي نظام توجيه متقدم. ومع ذلك أعادت التكنولوجيا إحياء هذه التحف القديمة من الحروب وحولتها. في الصراع الحالي في أوكرانيا، قررت روسيا ليس فقط إحياء هذه القنابل، بل أيضا إحداث ثورة في تصميمها، وتحديدا نماذج فاب 500، 1500 و3000. لقد غير إدخال وحدات التخطيط والتصحيح الموحدة UMPK قواعد اللعبة، محولا ما كانت في السابق قنابل غبية بسيطة إلى أسلحة دقيقة متطورة. ومع تزويدها الآن بتقنيات الملاحة جلوناس وزعانف قابلة للانتشار، تم دفع هذه القنابل إلى عصر الحداثة، مما يجعل طائرة سو 57 قادرة على تحويل ساحة المعركة إلى حفرة متصاعدة الدخان في غضون ثوان. الحرب الإلكترونية والتخفي. أخيراً، ما يجعل طائرة سو 57 تهديداً متكاملاً بالفعل هو قدرتها على تحويل مقاتلة عدو إلى هدف عاجز تماماً. نظامها المتقدم للحرب الإلكترونية قادر على التشويش على رادارات العدو وإرباك أنظمة توجيه الصواريخ، وجعل الطائرات الغربية تفقد قدرتها الهجومية أثناء الطيران. تخيل طائرة F-35 في معركة جوية تحاول تثبيت هدف، لكن هناك خطب ما. راداره يتوقف عن الاستجابة، لا يستطيع رؤية أي شيء. أنظمة تظهر تشويشا، الصواريخ تخطئ الهدف. في تلك اللحظة كانت طائرة سو 57 خلفه بالفعل، مستعدة لإطلاق الضربة النهائية، بينما تغطى طائرة F-22 و F-35 بمواد ماصة للرادار. تتبع سو 57 نهجا مختلفا، هيكلها ذو أسطح زاوية وبنية تقلل البصمة الرادارية، لكن مستوى التخفي أقل من نظيراتها الأمريكية.
تشير تقارير إلى أن سو 57 لها بصمة رادارية أكبر من F-22، ما يعني إمكانية اكتشافها أبكر أثناء القتال، لكن ميزتها تكمن في قدرتها على إبطال اكتشافها بالحرب الإلكترونية، لكنها تظل معرضة للخطر في بيئة مليئة بالرادارات المتقدمة. وهنا يبدأ الجدل. يؤكد مصممو سو 57 أن تقنيتها الشبحية كافية لسيناريوهات القتال التي ستعمل فيها روسيا، لكن الواقع أن مستوى التخفي لا يرقى إلى F-22 أو F-35 من حيث الاختفاء التام. مع ذلك سو 57 لا تحتاج أن تكون غير قابلة للكشف تماما إذا كانت قادرة على الرؤية أولا وإطلاق النار قبل أن يرد العدو. بفضل رادار إيسا بيلكا وأجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء المتقدمة، يمكنه تتبع طائرة رابتور قبل اكتشافه وإطلاق صاروخ R-37 من مسافة تزيد عن 300 كيلومتر. سو 57 لا تحتاج أن تكون شبحا بالكامل، فقط صعبة التتبع بما يكفي لتقترب وتصطاد عدوها قبل أن يرد. هنا تكمن الحقيقة القاسية. سو 57 طائرة قاتلة، لكن روسيا تملك عددا قليلا منها في الخدمة. أنتجت الولايات المتحدة 195 طائرة F-22 وأكثر من 900 F-35، بينما تملك روسيا فقط بضع عشرات من سو 57 العاملة. في حرب حقيقية الجودة مهمة، لكن الكمية أيضا لها دور. لا يهم مدى جودة الفيلون إذا كان يواجه موجات لا تنتهي من طائرات رابتور وF-35 مع دعم أكبر وصواريخ أكثر وتغطية أوسع من الرادارات المتقدمة. على الورق تم تصميم سو 57 وF-22 ليواجه بعضهما البعض، لكن في الواقع تمتلك F-22 أفضلية استراتيجية ساحقة. بينما تهيمن الولايات المتحدة على الأجواء بأسطول ضخم من المقاتلات الشبحية، بالكاد تستطيع روسيا إنتاج ما يكفي من طائرات الفيلون لإحداث فرق. لكن الحرب ليست متوقعة أبدا، وفي الجو يمكن لمناورة واحدة أو صاروخ واحد أو تكتيك واحد أن يغير نتيجة المواجهة. وربما لا يحتاج سو 57 إلى الأعداد، بل يحتاج فقط إلى الفرصة المثالية ليثبت أنه قادر على إسقاط رابتور. وأنت لديك هنا الفرصة المثالية لتضغط إعجابا على هذا الفيديو وتشترك في القناة. نراكم في المرة القادمة.